يا شربات، يا أحلام، حد يرد عليا يا ولاد. يا شربات، أنت يا ولية. ايوه يا سي همام، انا جايه اهو يا اخويا. خير يا سي همام، تأمرني بحاجه؟ أمال فين أحلام وابتهال؟ ايوه يا بوي، انا جيت. تأمرني بحاجه؟ خير يا بوي، في حاجه؟ عندي ليكم خبر حلو، النهارده جاي عريس هيتقدم للبنت أحلام. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. والله وكبرنا يا سي همام وعيالنا هيتجوزوا. استني يا شربات لما تعرفي مين العريس الأول. قول يا اخويا، قول وفرحني. العريس هو سميدة من الحج بيومي، واد ذكي وحليوة وجدع كسيب ومعاه الإعدادية. ايه يا واد عم ربربه، ما لقيناش الا سميدة. حظك كده يا احلام، كان نفسك في واحد شبه مهند، طلع لك سميدة. مبروك يا احلام، مبروك يا حبيبتي. الله، مالك يا بنت مسهمه كده ليه؟ ايه لا مفيش حاجه، انا مش مسهمه ولا حاجه، ده انا مبسوطه قوي 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 يا بوي. طب يلا بقى يا ولاد عشان تجهزوا نفسكم عشان العريس وعيلته على وصول. مالك بس يا احلام، انت لسه زعلانه ولا ايه؟ ايوه طبعا زعلانه يا ابتهال، ما لقوش الا سميده يجوزوهولي، يعني انا صوم وافطر على سميده؟ يا ملك بختك يا احلام، يا ملك بختك يا احلام. خلاص يا ستي، ولا تزعلي نفسك، والله لا طفشهولك وفركش الجوازه ديت. بجد يا ابتهال، والله قادره وتعمليها. يلا بقى نحط الخطه سوا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعة، بيتكم ومطرحكم، أهلا وسهلا. اتفضل يا جماعة، هنتكلم واحنا واقفين ولا ايه؟ بيتكم ومطرحكم، خدوا راحتكم على الآخر. اتفضل يا سميدة يا حبيبي، اتفضل يا حجة، اتفضل يا حاج. أنا جاي النهاردة يا جماعة، أنا وسميدة وخالد سميدة، علشان نطلب يد بنتكم أحلام. ده احنا يزيدنا الشرف يا حج بيومي، مش هلاقي البنت أحلام عريس زي سميدة. ده يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. بس هي ليه الحاجة يا أخويا أم سميدة ما جاتش معاكم؟ لا تكون تعبانة ولا حاجة. لا يا حبيبتي، هي مش تعبانة ولا حاجة، بس مش موافقة على الجوازة ديت. ليه بس كده يا خالة؟ مش قلنا ما نجيبش سيرة الموضوع ده؟ وماله يا حبيبي لما نبقى على نور كلاتنا من دلوقتي. أنا بنتي أحسن بنات البلد كلاتها، مش هتلاقي عروسة زيها في الدنيا. أمك الحاجة بقى مش موافقة ليه؟ أصل أمه كانت عايزة تجوز وبنت خالته التانية بنت أمورة وحلوة، بس هو بقى اللي رايد بنتكم. بكرة إن شاء الله لما يعرفوا بعض يمكن تحبها، ويمكن بقى ليه يا حبيبتي. أنا بنتي ألف واحدة تتمناها عروسة لابنها، عشان نبقى على نور يعني من دلوقتي كده. بس يا ولية انتوا هي اقفلوا خشمكم عاد، مادام في رجالة بتتكلم مش عايز اسمع صوتكم. احنا اسفين يا عمي، خلاص ما حدش عندنا من الحريم هيفتح بقه عاد، ندخل في الموضوع على طول. خلاص يا ابني مفيش حاجة، ندخل في المهم يا جماعة. طلباتك يا حاج اللي انت تضمر بيه ابن سميدة سداد. لا طلبات ولا حاجة، احنا بنشتري راجل يا حج بيومي، اللي تقدروا عليه قولوه لنا يا جماعة. أنا يا عمي بشتغل مع أبوي في الأرض، وإن شاء الله أول ما المحصول نبيعه هنجيب الشبكة على طول. جميل يا ابني، وهتجيب شبكة بكام إن شاء الله؟ والله يا عم أنا اللي في مقدرتي أجيب دبلة وخاتم ومحبس. والله يا جماعة أنا من رأيي نجيب دهب صيني، كل العرايس دلوقتي بتلبس منه. لا بقى يا حبيبتي، أنا بنتي ما تلبسش دهب مزيف. ومين بقى يا نور عيني اللي قال إن هو دهب مزيف؟ ده دهب حقيقي بس مصنوع في الصين، صنع بلاد برا. انت جاية تضحكي علينا ولا ايه يا ست انتي؟ مفكرانا جاهلين مش متعلمين؟ بس يا ولية منك ليها هتردحوا البعض قدامنا ولا ايه؟ ما يصحش كده، عيب، سيبوا الرجالة تتكلم. نرجع تاني لكلامنا يا حاج. امال فين عروستنا يا حاج؟ عايزين نشوفها. نادي على أحلام يا حاج. يا أحلام بنتي، يا أحلام تعالي يا حبيبتي، يا تعالي يا عروسة. على ما العروسة تيجي يا جماعة أحب أدخل في الموضوع على طول. إحنا لينا طلبات بس بسيطة إن شاء الله يا سميدة يا ابني. اللي تأمر بيه يا عمي، أنا رقبتي سدادة. إحنا يا ابني مش بنطلب كتير، إحنا بنشتري راجل. طبعا يا ابني أنت عارف إن الشبكة والشقة والمهر والمقدم والمؤخر على العريس، والشقة والنجف والصيني والمطبخ على العريس، وأوضة النوم بقى على العريس، وأوضة السفرة وأوضة الضيوف والريسبشن. ريسبشن ايه كمان يا حاج؟ لا انتوا طلباتكم كتير قوي، انتوا كده مش بتشتروا راجل ولا حاجة. لا يا حبيبتي، احنا اخر حاجة تهمنا الفلوس، وطلباتنا مش كتير ولا حاجة. وبعدين هتتجوز اقل من بنت خالتها متجوزة ب3 محابس وكردان كد كده و4 غوايش.
طيب بقى يا حبيبتي، بما انك قلتي كل طلباتكم، احنا بقى طلباتنا بسيطة خالص. بنتكم هتجيب طقم ذهب لكل اخوات العريس ولكل خالاته ولكل عماته، ما تبقاش اقل من بنت عمه اللي جايبة لكل سلايفها واخواتها طقم ذهب. نعم يا حبيبتي، طقم ذهب؟ لا، مش جوزة ساري عربي ولا ايه؟ هي دي بقى طلباتنا يا حبيبتي. وكمان عنده بقرتين هتحلبهم وتبيع لبنهم في السوق، وتيجي تساعد حماتها وتروح الارض تساعد جوزها. لا يا حاجة، ما عندناش حد يعمل الكلام ده. بنتي متعلمة وجد الدنيا، واحنا ما عندناش بنات للجواز. ما تزعليش يا احلام يا حبيبتي، ما تزعليش، بكره يجيلك ست سيد ونقعد ونتشرب. ايه؟ لا انا مش زعلانه ولا حاجه يا ماي، يلا الحمد لله انه غير في داهيه. طب يلا بقى يا ولاد، خشوا هاتوا علبة الجاتو اللي جابوها من جوه، اهو ناكل اي حاجة كده تحلي. ايه صحيح، انت همك على بطنك يا حاج. ايه ده، انت هنا يا حبيبتي وانا بدور عليكي؟ مالك يا حبيبتي ما بترديش ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ مفيش. ايه ده، شكلك زعلانه. مالك يا حبيبتي، متضايقه ليه؟ وانا هتضايق ليه؟ هو انت عملت حاجه تضايقني؟ طيب ماشي. طب زعلانه ليه يا قلبي؟ وانا هزعل ليه؟ هو انت عملت حاجه تزعلني؟ مقريفه ليه يا روحي؟ وانا هقريف ليه؟ هو انت عملت حاجه تقريفني؟ شكلنا كده بقى هنقعد للصبح. اللهم طولك يا روح. ما انت لو مهتم كنت عرفت. بسألك اهو يا حبيبتي، ازاي بقى مش مهتم؟ ما انت لو بتحس ما كنتش هتسأل، كنت هتعرف لوحدك. يا صبر ايوب، صبرني يا رب. هو انا عملت ايه يا روحي؟ امبارح كان ايه؟ كان ايه؟ يا نهار ابيض، هو كان في مناسبة امبارح؟ اكيد عيد جوازنا. انا اسف خالص يا حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة يا روحي، كل سنة وانتي معايا وحبيبتي. لا ما كانش عيد جوازنا. ايه ده، مش عيد جوازنا؟ يبقى عيد ميلادك. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وعقبال 100 سنه ان شاء الله. هعمل لك حته حفله واجيب لك شويه بلالين وتورتايه كبيره قد كده عليها 45. انت سنك قد ايه يا روح قلبي؟ لا برضو مش عيد ميلادي. صح، يبقى ذكرى خطوبتنا يا روح قلبي. فعلا كان يوم جميل قوي، انا مبسوط جدا ان انت في حياتي. كل سنه وانت طيبه يا روحي. لا برضو مش خطوبتنا ولا حاجه، ممكن تركز شويه. امال ايه يا حبيبتي؟ عيد العمال مثلا؟ كل سنه والعمال بخير يا روح قلبي. لا والله انت هتهزر. ما انت لو مهتم كنت عرفت، بس الاهتمام ما بيطلبش. لا بيطلب والله يا حبيبتي، عادي مفيش مشاكل. ما بيطلبش. بقولك بيطلب عادي يا حبيبتي. وانا بقولك ما بيطلبش. بيطلب والله يا حبيبتي. ها يا قلبي، بس قوليلي المره دي ووعدك عمري ما هنسى. طيب خلاص هقولك المره دي، بس المره الجايه لو نسيت صدقني مش هقعد لك فيها. اللهم طولك يا روح، صبرني يا رب. فاكر يوم ما اتقابلنا أول مرة؟ أيوة طبعا فاكر، بس يبقى هو ده. ياه ده كان أحلى يوم في حياتي. كل سنة وانت طيبة يا روح قلبي. لا مش هو اليوم ده بقى يا كريم، واصبر بقى شوية. اصبر بقى عشان شكلك بقى وحش قوي. اصبر شوية. ايه ده، طلع برضو مش هو؟ طيب حاضر يا حبيبتي، أنا صابرة اهو يا حبيبة قلبي. أول يوم ده يا كريم لما اتقابلنا فيه، لما انت خبطتني بالعجلة بتاعتك وسحلتني على الرصيف وهدومي اتوسخت. ايوه انا فاكر اليوم ده كويس، انا فاكره. فاكر بقى كمان لما انت لميتي عليا الشارع وخدت حته علقه ما خدهاش حمار. هو انت بتضحك؟ طب فاكر بقى لما فضلت تتاسفي وقلت لي هجيب لحضرتك لبس تاني، انا اسف، ورحت محل وجبت لي فستان كده شكله معرفش ايه؟ طبعا فاكر. وفاكر كمان لما انت مرضتيش تاخدي مني الفستان والناس كلها اتلمت عليا تاني وفكرتني بعكسك، وخدت لتاني مره علقه ما خدهاش حمار وحشي في الغابه. هو انت مالك يا كريم معلق مع الحمير قوي كده ليه؟ عادي كملي بقى. فطبعا بقى يا كريم انا حسيت بالذنب وقلت يا الراجل كده خد علقه علشاني، ومش مره واحده، لا ده مرتين ما خدهاش حمار. فقلت بقى اوديك المستشفى واعالج جروحك، صح ولا لا؟ ايوه طبعا صح. يا على شهامتك وجدعنتك يا حبيبتي، ما هنش عليكي تسيبيني كده انزف عادي. بس انا عايزه افهم حاجه دلوقتي. اليوم خلاص خلص وخلاص هيعدي، وانا برضو ما شفتش فين الذكرى المهمه يعني. انت مستعجل ليه يا كريم؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. لا مش مستعجل ولا حاجه، براحتك يا حبيبه قلبي، احنا قدامنا اليوم طويل وما وراناش اي حاجه. ساعتها بقى انت صعبت عليا وقلت اخد منك الفستان علشان يعني اكبر بخاطرك، فاكر ولا مش فاكر؟ ايوه طبعا فاكر. وقمت انت بقى بعت لي الفستان ديليفري، صح؟ فاكر الديليفري؟ ايوه طبعا فاكر انا الدليفري، لما انت ساعتها زعلت ان انت دفعت 20 جنيه توصيل. عليك نور بقى يا كريم، اهو اليوم اللي انت بعتلي فيه الدليفري هو ده الذكرى اللي انا بكلم عليها. اليوم اللي انت بعتلي فيه الفستان كان احلى يوم في حياتي، وكان فستان جميل قوي. بس يا خسارة
انت لسعته وانت بتكويه. بذمتك مش مكسوفة من نفسك وانت بتقولي ان انا اللي بكويه؟ مش كفاية ان انا متجوز واحدة ما بتعرفش تكوي؟ يا شيخة تنيلي على خيبتك بقى. لو سمحت ما تغيرش الموضوع يا كريم، هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، هو ده اللي مزعلني منك. اتفضل صالحني. بقى انت مقعداني وعامله لي محكمه وعامله لي هيصه علشان خاطر يوم الدليفري؟ طب ده انت ما انتش فاكره اصلا تفكريني امبارح باول يوم، فارق معاكي يوم الدليفري ومش فارق معاكي اول يوم اتقابلنا فيه اللي هو اصلا كان امبارح. يا شيخه قومي بقى، قومي حضري لنا الغدا بقى بدل ما روحت عند امك. الله بقى يا كريم، ما بقاش زعلك وحش كده يا اخي. الله، ده انا عامله لك النهارده بقى شويه باميه